بسبب انشغاله بالعروض الخارجية، سيد عبد الحفيظ لنجم الأهلي الباب يفوت جمل. شوبير عن ايقاف فيرنوسافيو، هما الهبيدة راحوا فين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية متابعينا الكرام ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. بسبب انشغاله بالعروض الخارجية، سيد عبد الحفيظ لنجم الأهلي الباب يفوت جمل. تردد في الساعات الأخيرة العديد من التقارير الصحفية والأنباء الإعلامية التي أشارت إلى وجود عرض إلى محمد مجدي قفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أجل الحصول على خدماته بعد النجاحات التي حققها مع الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية، لا سيما أن قفشة يرغب في الاحتراف على حسب ما ذكرته العديد من التقارير الصحفية. ومنح الجهاز الفني راحة للفريق اليوم الجمعة على أن يستأنف المران السبت لمواصلة التحضير لمباراة الاتحاد، حيث حقق الأهلي الفوز على غزل المحلة في المباراة الأخيرة ليرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 15 من 5 مباريات بالعلامة الكاملة، محافظا على صدارته لترتيب أندية الدوري. ووجه السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي العديد من الرسائل الهامة إلى نجم الأهلي، لا سيما أنه منشغل بالعروض الخارجية، بجانب أنه يضغط على الإدارة ولجنة التخطيط من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء، لا سيما أنهم يناقشون رحيل اللاعب في الوقت الحالي. وأبدى السيد عبد الحفيظ استياءه الشديد نتيجة الأخبار المنتشرة وتصرف وكيل اللاعب للضغط على المسؤولين داخل الأهلي من أجل رحيل اللاعب خلال الفترة الحالية، حيث فضل مدير الكرة عقد جلسة مع اللاعب من أجل الحديث مع قفشة عن بعض الأمور الإدارية والحديث معه حول رحيله من عدمه خلال الفترة الأخيرة. وعلم أهلي نيوز أن السيد عبد الحفيظ مدير الكرة عنف محمد مجدي قفشة، مؤكدا له أن الباب يفوت جمل، لا سيما أن مدير الكرة أبدى تعجبه على تسريب وكيله للعديد من مثل هذه الأخبار خلال هذه الفترة، في ظل عدم وجود عرض رسمي من أحد الأندية وصل النادي خلال الفترة الحالية. ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري في الساعة 7 من مساء يوم الاثنين المقبل في المباراة التي ستجمعهما على استاد الأهلي والسلام. شوبير عن ايقاف فيرنوسافيو، الهبيدة راحوا فين؟ علق الإعلامي أحمد شوبير على ما تردد في الآونة الأخيرة عن وقف البرازيلي فيرنوسافيو لاعب النادي الأهلي قائلا: هم الهبيدة فين اللي قالوا إن توقف. وتابع شوبير عبر تصريحات نزاعية أن هناك من طلب بضرورة محاكمة كل من قام بالتعاقد مع فيرنوسافيو في النادي الأهلي كونه ضعيف فنيا، ولكن اللاعب حقق أداء جيد للغاية مع القلعة الحمراء بداية من مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك ومباراة المقاولون العرب، سجل هدف كما سجل هدف في فوز الأهلي على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت الأربعاء. وأكد الإعلامي أحمد شوبير أن فيرنوسافيو متألق للغاية مع النادي الأهلي ويسجل الأهداف مع فريقه ولم يتم إيقافه كما تردد خلال الأيام الأخيرة، متابعا: هذا كلام غريب وعجيب. وسجل هدف الأهلي أمام غزل المحلة بالستاو في الدقيقة 17 من تمريرة طويلة حملت توقيع علي معلول، وأضاف فيرنوسافيو الهدف الثاني في الدقيقة 30 من تمريرة سحرية لأحمد عبد القادر.